ما في كلمة توفيهم أو تصرف أسويه أو شيء أقدمه لهم يوفي اللي هم يسوونه لي. الأصدقاء والمشاهير يحتفلون مع نوال الكويتية بنجاح ألبوم الأرض. كل أغنية لازم أحسها 100%. الحمد لله اليوم شفت النجاح بهذا الألبوم. عشان أكون صادقة، هذا أكثر ألبوم سوى أصداء في حياتي. أنا شلت من هذا الألبوم يمكن 4-5 أغاني، نفذتهم وتعبت عليهم، لكن لما جيت أغنيهم ما حسيتهم. أنا قلت أبي هذا الألبوم كل أغنية لازم أحسها 100%. والإحساس ده وصل، ففي أسبوعين بس قدر ألبوم الأرض لنوال الكويتية يحقق ملايين المشاهدات على اليوتيوب. فال15 أغنية بيحصدوا نجاح كبير إن كان من ناحية الفيوز أو تفاعل الجمهور على السوشيال ميديا. جمهوري ما في كلمة توفيهم أو تصرف أسويه أو شيء أقدمه لهم يوفي اللي هم يسوونه لي. ترى فعلا جمهوري داعم 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 كبير لي، لأني أنا مالي بالميديا. ترى كل اللي تشوفه والنجاحات ونشاطاتي بالميديا هم سببها. ومش بس الجمهور، فحتى زملاء نوال كانوا حريصين إنهم يحتفلوا بيها. فعبد الله الجبر نظم حفل عشاء على شرفها في الرياض، او هي كانت فاكره كده. انا قايل لها عامل لك حفل عشاء على شرفك احتفالا بالالبوم. طيب ايش تفاصيله؟ ما عندها اي علم، العلم كله عند الدكتوره نجاة اختها. التنسيق مسبق، ومع اختي اميره محمد كمان، يعني الجندي الخفي. بانتظار نشوف رده فعل ام حنين معاكم. وام حنين كانت سعيده قوي مع وصولها، خصوصا ان كل الفايبز والسيت اب والديكور كان انسبايرد من الارض. انا اتوقع اللي دخل ايفنت اليوم عارف ان الالوان مستوحاه يعني من البوم ام حنين وغلافها. قد ما فينا حاولنا نخلق الهويه بدرجات الالوان اللي في الغلاف، وانا من اول الناس اللي كانوا معجبين بتصميم الغلاف ما شاء الله. ما يحتاج بعد فيها عبد الله الجبر، ابو الفن ابو الذوق، هو حاط الثيم كله من هذه الصورة وما ينخاف عليه بالديكورات. وأميرة محمد ساهمت في التنظيم ده كمان، فهي مش بس صديقة نوال. اليوم أنا شوية العلاقة تغيرت، يعني أول أنا من مستمعينها وفانزاتها، اليوم أنا واحدة من صديقاتها والقريبين منها، فخورة فيها ومبسوطة أن هي يمكن شوي تأخرت بس نزلت لنا ألبوم كل أغنية مختلفة، ويبقى إحساس أم حنين مختلف. ولأن معزة نوال الكويتية كبيرة عند زميلاتها، كان لازم واحدة تيجي مخصوص عشانها وبأوتفيت أبيض. أنا دائما المناسبات المهمة بالنسبة لي ألبس أبيض. ونوال أخت وعزيزة، وأم حنين يعني قطعة من القلب. والله أنا كنت مسافرة وعندي شغل وجيت عشانها، وتستاهل العنوة. وألبومها يحتاج أكثر من حفل صراحة، لأنه في أغاني وفي أسماء وفي ألحان وفي إشراف رائع. ما يبي له تقدر، يعني الحين أنا عارفة رح تسألني وش أحلى أغاني وما أقدر، لأنه يبي له وقت تسمعه بتأني، وفي أغاني خاثرة يبي لها كذا تتخثر. فالألبوم ده منوع من كل النواحي، الستايل، الكلمات، الألحان، وحتى المود. عشان كده كان من الصعب إن النجوم يختاروا أغنيتهم المفضلة منه. الإحساس يوصل، والألبوم هذا بكسر الدنيا صدقني. بعيدا إنه فيه حزن وفيه فرح، بس يلامس شعورك. تمسك خط ودك تروح الخط خارج رايح جاي. أعطتنا إحساس ممتع الصراحة، يعني أكثر من روعة. طبعا هي عودتنا دائما على الألحان، وذوقها في الألحان يعني مختلف عن الباقي، شيء خاص. يعني نوال بعد ما يحتاج أقول لك. والله أنا من عشاق الألوان الفالتة هذه اللي يتمتع بها مشعل العروج كثير. وكذلك في ألوان رائعة قدمها طبعا الملحن الرائع ياسر أبو علي، كذلك أعمال مميزة اللي دائما انتظرها في البومات نوال هي خلطات مشعل العروج. من اول ما سمعت الالبوم اخذت الانطباع الاول عن اغنيه المسباح، فيها اسف، فيها على وين، يعني اغاني كثيره والله ما نقدر يعني نحصيها، لكن انا اتكلم عن انطباع اول في الالبوم. ومود الشمراني كان جوابها نوعا ما اوضح. انا اقول لك مو اغنيه واحده، يمكن الالبوم كله يحكي عن نفسه ما شاء الله. كل اغنيه لها ستايلها خلاص، لكن اللي حتعمل ترند وعامله ترند اصلا على وين، مو العاده نوال تغني هالاغاني، فكانت من اجمل اللي بتصير ترند هي بصراحه على وين. ومودي قالت لنا عن احتماليه الديو بينها وبين نوال. لازم اقولها بعد، لازم ان شاء الله. لا في شيء حيصير، بس ما نقول ما نجزم، بس ان شاء الله فيه. ومن مختلف البلاد العربيه حضر النجوم عشان يباركوا لها.
بجننوا الاغاني، انا بدي احييها وان شاء الله بتشوف الخير على الالبوم. احس الاحتفاليه لي انا يعني مبسوط من بدايه اليوم على الاحتفاليه هذه، تستاهلوا حنين. نوال دائما تبدع ودائما تسعد جمهورها وسعيدين، وانا بالنسبه لي شخصيا اني اكون متواجد اليوم بحفل تدشين البوم هذا. نوال الكويتيه علم ونجم كبير في سماء الفن العربي والخليجي بالتحديد، واتمنى كل التوفيق في الالبوم الجديد الارض، ان شاء الله بكون علامه فارقه مميزه في مسيرتها الفنيه.